أكيد إسلام فرحة كبيرة، فرحة لا توصف. المستحيل ليس مغربيا في هذه البطولة. العرب في هذا المونديال أكدوا أنهم لديهم من القدرات متى آمنوا بحظوظهم، متى آمنوا بإمكانياتهم أن ينجحوا، وهذا يشمل كل المجالات بعيد عن الرياضة. فرحة لا توصف. الحمد لله أنه كعشاق لكرة القدم أو كداخل منظومة كرة القدم من خلال الإعلام والتعليق الرياضي عشنا يوم وعشنا فرحة في بهكذا حجم. الحقيقة قبل المونديال شيء لا يصدق، تسأل الصغار، تسأل الكبار، تسأل الشيوخ، تسأل النساء، ما يتصوروش أنه في يوم منتخب عربي يوصل لنصف نهائي كأس العالم. نعم، كانت دائما ممكن مركب النقص وعقدة النقص هي اللي عاقتنا في كثير من المجالات. إن شاء الله النجاح المغربي في هذه البطولة باش يغير برشا أجيال وبرشا أشياء، وأنا نقول على المباشر تحية للشخص بعينه في هذا التوقع وهذا التصور، هو جمال بالماضي مدرب الخضر، لما قال قادرين يقصد على الجزائر ولكن المغرب والجزائر وتونس وكل العرب كيف قال سنصل إلى نصف النهائي. وقت أخذت بعد آخر، شد نوع من التنمر، نوع من الاستهزاء، نوع من الضحك. كيفاش فريق عربي يوصل نصف نهائي كأس العالم؟ التاريخ أثبت أن العرب موجودين. تحية للأسود، تحية للمغرب. الآن بالحق الآن الشاي تجي مع الأكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكأس لأنها تفتح أبواب ولكن قد لا تتكرر. ما عملوا المنتخب المغربي إسلام شيء يدرس في كتب التاريخ. أقوى دفاع في تاريخ كأس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات. طيح البرتغال، طيح إسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والأكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاز كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن أزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعيه بالامكانيات الفرديه اللي فما نجحت. انا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش نكونوا ان شاء الله في ماتش انجلترا فرنسا بعد ساعه ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي واولاد الاسود ورجال المغرب لابد ان نبتعد عن التشبع. الان ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. انت في ارضك بين انصارك بين شعوبك، الكلنا وراك. وان شاء الله يوم 18 في عيد وطن قطر سيكون عيد لاوطان العرب. السعوديه كانك تلعب في كازابلانكا او في الرباط او في الدار البيضاء. صح. انا كنت في الملعب وشفت بحال عايش في البلد ديالي، ولا ما شميت ولا ريحه بان خارج قطر. زائد في قطر الحاجه اللي ربحنا اكثر جميع الالوان، جميع لا هناك تلقى مصري، تلقى سعودي، تلقى بحريني. ذاك اليوم بحريني لابس الرايه مغربيه، وكل هذا هو الجمال في بلد عربي. الكل اعرب من وراء المنتخب المغربي بدعواتهم. فالحمد لله الحمد لله الان وصلنا وربحنا وتاهلنا. اليوم المغرب لا زال يقول الكلمه ديالو ويستحق الخير صراحه. لم يصل ابدا، بل يستحق الوجود ديالو امام العرب. نعم، إذا ينتظر الفائز من مواجهة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي هذه الليلة على استاد واحد الجو عائلي، وهذا اللي أعطى إضافة داخل المعسكر وخارج المعسكر. كما قلت ملي تيكون عندك الدعوات والأقرب الأقربين معك، فتصور أنت تيكون واحد الحافز رغم أن تيكون هناك عياء وتيكون هناك تعب. فهاد المحبة وهاد الدعوات من عند أقرب الأقربين، من عند الوالدين، من عند الأصدقاء، فهذا هو اللي خلى المغرب. أكيد إسلام فرحة كبيرة، فرحة لا توصف. المستحيل ليس مغربيا في هذه البطولة. العرب في هذا المونديال أكدوا أنهم لديهم من القدرات متى آمنوا بحظوظهم، متى آمنوا بإمكانياتهم أن ينجحوا، وهذا يشمل كل المجالات بعيد عن الرياضة. فرحة لا توصف. الحمد لله أنه كعشاق لكرة القدم أو كداخل منظومة كرة القدم من خلال الإعلام والتعليق الرياضي عشنا يوم وعشنا فرحة في بهكذا حجم. الحقيقة قبل
المونديال شيء لا يصدق، تسأل الصغار، تسأل الكبار، تسأل الشيوخ، تسأل النساء، ما يتصوروش انه في يوم منتخب عربي يوصل لنصف نهائي كاس العالم. نعم كانت دائما ممكن مركب النقص وعقدة النقص هي اللي عاقتنا في كثير من المجالات. ان شاء الله النجاح المغربي في هذه البطولة باش يغير برشا اجيال وبرشا اشياء، وانا نقول على المباشر الشاي تجي مع الاكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكاس لانها تفتح ابواب ولكن قد لا تتكرر. ما عملوا المنتخب المغربي اسلام شيء يدرس في كتب التاريخ. اقوى دفاع في تاريخ كاس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات، طيح البرتغال، طيح اسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والاكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاز كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن نزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعيه بالامكانيات الفرديه اللي فما نجحت. انا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش نكونوا ان شاء الله في ماتش انجلترا فرنسا بعد ساعه ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي وأولاد الأسود ورجال المغرب